باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوباوي المكرم البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وتحت إشراف ومراجعة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا إبراهام أسقف الفيوم ورئيس دير الرئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، دير القديس العظيم الأنبا إبراهام بالفيوم، يقدم حبيب الغلابة الجزء الثالث، قصص معجزات القديس العظيم الأنبا إبراهام بعد نياحته. إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. يقول رب المجد في إنجيل معلمنا متى: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ وقديسنا العظيم الأنبا إبراهام عمل بقول رب المجد يسوع المسيح، واهتم في حياته أن يعمل لحياته الأبدية، ولم يهتم لا بطعام ولا شراب ولا ملبس. كانت كل اهتماماته بأن يفعل الخير لجميع الناس، ويقدم للفقراء والمساكين والمحتاجين كل ما تملكه يداه من أموال وخيرات. لا يبخل ولا يضن ولا يمسك يدا. كان عطاؤه للجميع عطاء بلا حدود، لكي يكون أمينا على الوزنة التي أعطيت له. ولذلك كان رب المجد يصنع على يديه وبصلواته معجزات كثيرة ومتنوعة، لكي يتمجد دائما اسم الله القدوس. ونسمع يا أحبائي واحدة من معجزات القديس المتنيح الأنبا إبراهام، اللي حصلت سنة 1910 تقريبا أثناء حياته، واكتملت أحداثها بعد نياحته. نسمع. حتى بعد نياحتك ما تنساش الغلابة يا أنبا إبراهام. أغاب يا سيدنا. أغاب يا رزق؟ واحد بره عاوز يقابل نيافتك. سألته عن طلبه، قال إنه مش هيتكلم غير قدام جناب الأسقف الأنبا إبراهام شخصيا. وما تعرفش هو مين يا رزق؟ الحقيقة يا سيدنا أنا أول مرة أشوفه. خليه يتفضل. حاضر. اتفضل حضرتك. السلام عليكم يا جناب الأسقف. سلام ونعمة. اتفضل اقعد حضرتك. نورت مضيفة المطرانية. روح يا رزق خليهم يجيبوا لنا الشاي بسرعة. حاضر يا سيدنا. ما تخافش، الأمر بسيط جدا. ما تخافش، يا دوب حينجلوك يا أخ محمد. عجيبة، وحضرتك عرفت اسمي ازاي؟ دي أول مرة أشوف جنابك، وكمان عرفت المشكلة اللي أنا جاي لجنابك عشانها. انت خايف الحكم يكون شديد عليك، لكن زي ما قلت لك الأمر بسيط، حينجلوك من هنا وبس. انت راجل مبروك فعلا يا جناب الأسقف. الكل قالوا لي اني اجي تصلي لي، وبركة صلواتك هتحل مشكلتي. انا جناب الأنبا إبراهام، ضابط بمديرية الفيوم، وغلطت في عملي غلطة كبيرة، وحولوني لمحكمة عسكرية، وبكرة هينظروا القضية
ويصدروا الحكم عليا، خايف يحكموا عليا بالسجن. اطمن يا اخ محمد، يا دوب هينجلوك من الفيوم، لا سجن ولا غيره، وربنا يدبر لك كل الخير يا ولدي. انت راجل قديس فعلا، اشكرك يا انبا ابرام، اشكرك. مش قلت لك بنعمة ربنا الامر بسيط يا اخ محمد؟ القاضي اصدر حكمه النهارده، وزي ما قلت لجنابك نقلوني من الفيوم وبس، ما صدرش ضدي اي حكم. انت راجل بركة. نشكرك يا رب. من فضلك يا جناب الاسقف تقبل مني ال5 جنيه دي تبرع مني للكنيسة، وكل سنة اذا اراد ربنا حاجة في نفس الميعاد وادفع 5 جنيه ندر عليا، وربنا يديك طولة العمر. ربنا يباركك يا ولدي، يا من يعيش، ربنا يديك الصحة والعمر. انما انا خلاص ايام غربتي على الارض جربت تخلص، ويا ريت انطلق وروحي تعيش في حضن الحبيب إله الصالح، ويتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أو بموت. لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. انتقل قديسنا العظيم الأنبا إبراهام إلى دار الخلود في غروب يوم الثلاثاء 2 بقونة سنة 1630 للشهداء، الموافق 9 يونيو سنة 1914 ميلادية، وذلك بعد مرض لازم به الفراش ما يقرب من 1.5 شهر. أما الأخ الضابط السيد محمد، والذي كان يداوم على دفع 5 جنيهات النذر كما وعد نيافة الأنبا إبراهام القديس، ولكنه لظروف ما انقطع لمدة 2 سنين، أثناءها انتقل القديس للدار الأبدية. وبعد نياحته جاء الأخ محمد للزيارة وتوفية النذر، وهو لا يعلم بنياحة القديس الأنبا إبراهام. وفي مطرانية الفيوم التقى الضابط محمد ببواب المطرانية. قل لي يا أخ. تحت أمر سيادتك يا بيه. الأنبا إبراهام فين؟ الأنبا إبراهام في دار العزب هناك أهو. شكرا. قل لي يا أخ. نعم يا سعادة البيه، أي خدمة؟ الأنبا إبراهام فين؟ أنا سألت عليه في المطرانية قالوا لي إنه هنا في دير العزب. الأنبا إبراهام جوه يا سعادة البيه. السلام عليكم يا جناب الأنبا إبراهام. سلام ونعمة يا سيد محمد. حضرتك واقف منتظرني؟ معلش سامحني، بقالي 2 سنين ما جيتش أقابل جنابك وادفع الندر عشان حكم المحكمة العسكرية المخفف، واللي يا دوب حكم بنقلي زي ما جنابك توقعت تماما. نشكر ربنا يبارك فيك ويحفظ حياتك. اتفضل، ادي 10 جنيه ندر السنتين اللي فاتوا، وكمان 5 جنيه ندر السنة دي. ارجو انه جنابك تقبله. ربنا يباركك ويبارك عطيتك. من فضلك ادي المبلغ ده للغفير اللي واقف بره واللي دلك على مكانه. جابني بقول لك الأنبا إبراهام رفض يقبل مني المبلغ ده اللي كان متعود يقبله مني قبل كده، وقال لي اديهولك. مش انت غفير دير العزب واللي دلتني على مكان الأنبا إبراهام؟ الأنبا إبراهام بنفسه؟ سيادتك هتقول انك قابلت الأنبا إبراهام بنفسه؟ هو انا يا ابني هكذب عليك؟ فعلا انا قابلت الأنبا إبراهام جوه وطلب مني اديك المبلغ ده. اتفضل خد 15 جنيه اهم. المجد لاسم الله، ليتبارك اسم الله القدوس. هتقول سيادتك قابلت الأنبا إبراهام جوه؟ الأنبا إبراهام تعيش انت يا بيه،
الأنبا إبراهيم مات، والمكان اللي سيادتك دخلته دي هو المدفن اللي مدفون فيه بقاله دلوقتي أكتر من سنة. تعيش انت يا بيه. مش ممكن، مش معقول. ازاي تقول انه مات وانا شفته بنفسي دلوقتي؟ بقولك شفته جوه بنفسي وكلمته، انا متأكد. المجد لاسم الله، المجد ليك يا رب. اذكرنا أمام عرش النعمة يا قديس الله يا أنبا إبراهيم، يا قديس الله يا حبيبي الغلابة. حتى بعد نياحتك ما تنساش الغلابة يا أنبا إبراهيم.